بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد وآخر حلقات الحديث عن المونديال. في بداية الكلام بنحب نشكر دولة قطر الشقيقة، الدولة اللي فعلا صعبت مهمة استضافة كأس العالم على أي بلد بعدها. يعني قطر عملت حالة كبيرة جدا في كأس العالم. محدش كان يتوقع التنظيم الوهمي، التنظيم اللي هو لو حد جه قالك ان التنظيم هيبقى بالشكل ده من 10 سنين ما كنتش هتصدق. من ساعة ما قطر اتقدمت بملف تنظيم كأس العالم 22 في سنة 2010 ما كانش حد يتوقع ان كاس العالم هيبقى بالشكل ده وبالحلاوه دي. اعتقد يعني 2010 2012 حاجه كده يعني. تمام. بس على العموم تنظيم وهمي. فعلا 230 مليار دولار اتصرفوا في انشاء بنيه تحتيه واستادات وانشاء بلد، انشاء بلد بالمعنى الحرفي. طبعا هي دي مكاسب قطر مقارنة بعوائد كاس العالم. طبعا قطر استثمرت لقدام، ما بصتش بس تحت رجلها انها تنظم كاس العالم، ولكن بصت انها تبقى بلد معروفة على مستوى العالم، بتعمل ماركتينج لنفسها بشكل محترم جدا. قطر الحقيقة تستحق التهنئة والتقدير والاحترام من العالم كله. ده بالنسبة للي يخص التنظيم وبالنسبة لدولة قطر. بالنسبة بقى لمباراة الفاينل، مباراة النهائي، يمكن احنا توقعنا فوز الأرجنتين وقد كان، وتوقعنا فوز كرواتيا وقد كان. الحمد لله توقعاتنا في الأواخر بتطلع بشكل مظبوط. ولكن هي ليه الأرجنتين كسبت؟ الأرجنتين كسبت ببساطة شديدة جدا لأن فرنسا تفتقد الاي كيو، يعني تفتقد ذكاء الملعب. الأرجنتين كسبت مبدئيا لأسباب تخص الأرجنتين والأسباب برضو تخص فرنسا. الأرجنتين كسبت إنها كانت داخلة الماتش، عايشة الماتش من أول دقيقة، مصدقة بقدراتها، عندهم جرينت، عندهم روح، عندهم حماس. كلهم بيلعبوا لهدف واحد، كلهم عندهم تارجت واحد، وهم عارفين إن من الصعوبة بعد كده إن هم يوصلوا للمراحل دي. الأرجنتين ما كانتش محظوظة في مونديالات كتيرة جدا. يمكن من آخر مونديال كسبوه سنة 86 وصلوا الفاينل 90. في 94 انا يعني ما فتيش مش فاكر هم وصلوا فين في المونديال. 98 طلعوا من دور الثمانية قدام هولندا. مرورا بقى بعد كده بسنين عجاف بقى من كانت افضلهم نتائج يمكن سنة 2014 لما طلعوا او خسروا النهائي قدام المانيا. ويمكن حتى المونديال اللي فات ده خسروا قدام فرنسا في دور ال 16. المونديال الاخير لليونيل ميسي، تحس ان العالم كله بيساند ميسي عشان يحقق الحلم ده الشخصي بالنسبه له، واللي برضه الحلم اللي يعني بيمثل الكثير والكثير بالنسبه لعشاق ليونيل ميسي. الارجنتين كان عندها روح، كان عندها اصرار، كان عندها ذكاء ملعب. كانت ابتدت بالضغط العالي، وابتدت بالاستحواذ الايجابي. في فرق كبير جدا ما بين انك انت تستحوذ استحواذ سلبي وما تعملش حاجه بالكره، وانك تستحوذ استحواذ ايجابي وتوصل باقل عدد لمسات ممكن للجول. ومفاجاه المدير الفني لمنتخب الارجنتين باشراكه انخيل دي ماريا، اللي حط عصاره خبره السنين في الماتش ده. هو طول عمر الراجل ده بيلعب وينج رايت، لكن هو حتى لما لعب وينج ليفت واجاد جدا كمان ان هو كان فاتح جبهه لنفسه. يمكن الناس هجمته انه طلعه في الدقيقه 60 او 63 بالظبط، ولكن هو فعلا دور انخيل دي ماريا يقتصر على ان هو هيديك ساعه كوره كامله ما فيهاش كلام، في خطوره حقيقيه بيعملها انخيل دي ماريا عن طريق كوره عرضيه او عن طريق تحركات من غير كوره او عن طريق حتى مهاره فرديه. قدر انه يخلق بينالتي من اللا شيء، قدر ان هو يحط الجول التاني بفضل تحرك ولا اروع، بتمريره اتعملت بهجمه مرتده نموذجيه الحقيقه. تحس انه جول بلاي ستيشن، ان هو لمسه والتانيه والثرو يقوم على طول يلمس لمسه في البعيده بيحطها الجول التاني. والارجنتين بتقبض على المباراة في الشوط الأول بالكامل. وما كانش أي حد متوقع إن فرنسا تقدر إنها ترجع في الماتش، خاصة أما ديشامبر طلع جيرو وطلع ديمبلي في الشوط الأول. ده باين جدا إن كان في ارتباك على المستوى الفني بالنسبة لمنتخب فرنسا.
الشيء اللي ادى افضليه نفسيه ومعنويه لمنتخب الارجنتين. ندخل الشوط الثاني بنفس المعنويات بنفس الروح والاداء لمنتخب الارجنتين ونفس التوهان، وان ما فيش اي حاجه بتتقدم المنتخب الفرنسي. في الدقيقه فين وفين بقى، في الدقيقه 78 بيجي بينالتي او ضربه جزاء لمنتخب فرنسا، بيدخل امبابي يحط الهدف الاول، وبعدها بدقيقه على طول بيحرز امبابي الهدف الثاني، وده يمكن رقم قياسي جديد لكيليان امبابي اللي بيحط جونين في ماتش فاينل في دقيقتين. الراجل الحقيقه فاق من بعد الجول الاولاني، يعني هو تحس ان منتخب فرنسا كله مش موجود، كله ما جاش. العقل المفكر برضو اللي كان المنتخب الفرنسي بيحتاجه هو جلينزمان. جلينزمان هو راجل اللي عنده ذكاء ملعب ومعاه مكن. يعني انت تحس ان لما جلينزمان طلع هو مفيش قائد حقيقي لمنتخب فرنسا. يعني هم كلهم اسامي على المستوى الفردي، اسامي كبيره جدا، ولكن ما فيش ليدر في الملعب. حتى كيليان امبابي مش ليدر، هو لسه راجل شاب متعود انه بياخد الكوره من تحت لفوق وبيجري وبيعدي، لكن مش ما عرفش يمسك كوره، يتقل على كوره، يعمل فاول تكتيكي ايا يكن. ففرنسا ما اتعادلت كانت فرصه ليها انها تدوس وتقرص في الوقت اللي الارجنتين، يعني تحس الارجنتين خدت تعسيله كده 5 دقايق، صحت على يعني كارثه ان هم اتعادلوا بعد ما كان الاستاد كله والعالم كله والمنتخب والدكه وكل حاجه بيحتفلوا ان خلاص كاس العالم في ايدهم. بيفوقوا على صدمه كبيره جدا. ولكن في الوقت ده لو كانت فرنسا ضغطت اكتر وصدقوا في قدراتهم اكتر كانوا ممكن يخلصوا الماتش ده، ولكن لان هم بيفتقدوا عنصر الخبره، متوسط اعمارهم كلهم صغير، فبالتالي كشوا، تحس ان هم كشوا فادوا الافضليه النفسيه تاني لمنتخب الارجنتين. ومنتخب الارجنتين بدا يصحى في اخر الماتش. دخلنا على الوقت الاضافي، منتخب الارجنتين بيتقدم للمره الثانيه في الماتش او الثالثه ليه يعني بجول ليونيل ميسي. خبرة التواجد في المكان، خبرة التواجد في الأماكن اللي هي مؤثرة، والتوقع كرة الباصة اتعملت من ورا لقدام ولا أجمل. ليه؟ لأن منتخب فرنسا ما عندوش أي نوع من أنواع التنظيم الدفاعي. اللي بيفرق منتخب الأرجنتين عن منتخب فرنسا دفاعيا إن دول على مستوى الأفراد كويسين، على مستوى الأسامي كويسين، على مستوى الماركت فاليو كويسين، أنا بتكلم عن منتخب فرنسا. ولكن على المستوى الجماعي صفر، مفيش تغطيات عكسيه. الدفاع مباح تماما لاي حد عايز يتحرك من غير كوره، محدش بيراقب حد ولا حد سائل في حد خالص. هما 2 سرد باكات واقفين ورا وخلاص. ولكن على مستوى الاطراف بيتضربوا بسهوله جدا، مفيش اي نوع من انواع الرقابه المحكمه على اي مفتاح لعب منتخب الارجنتين. ليونيل ميسي بيحط الجول الثالث في الشوط الرابع من المباراه، والكل اعتقد ان خلاص هو ده هدف الفوز. ولكن المنتخب الفرنسي بيضغط مره تانية ويقدر انه يجيب ضربه جزاء وبيحطها كيليان امبابي عشان يبقى هاتريك في مباراة الفاينل. وده رقم قياسي جديد بيحققه كيليان امبابي، اللي الحقيقة تحس ان هو كان الكوماندا، بس مش بيأكت از كوماندة ملعب، ولكن هو الوحيد اللي عنده ثقة في اللعيبة اللي حواليه. هو الوحيد اللي بيحفزهم، اللي بيحمسهم، الوحيد اللي فاق من المجموعة اللي بدأت الماتش. ولكن كل لعيبة فرنسا هي لعيبة جرية، لعيبة عندها قوة بدنية مفرطة، بس ما عندهمش ذكاء ملعب. ذكاء الملعب هنا بيحكم، ذكاء الملعب هنا اللي يقدر يديك أفضلية في بعض الأوقات. بتضيع كورة ما تضيعش من المنتخب الفرنسي الذي لا يستحق الفوز بالمونديال على الإطلاق. بترد الهجمة لمنتخب الأرجنتين، بتضيع في الدقيقة 123 بتنتهي المباراة وبندخل ضربات الجزاء. طبعا بيفوز المنتخب الأرجنتيني المتمرس في ضربات الجزاء، واللي كان باين جدا من مستوى خبرات لعيبته، اللعيبة اللي داخلة تشوط ان هم اللي هيبقوا الافضل. الحارس بتاعهم عايش ضربات الجزاء، تألق قبل كده قدام هولندا. فالارجنتين تستحق الفوز على فرنسا. منتخب الارجنتين كان مشواره نوعا ما كانش صعب، منتخب فرنسا مشواره ما كانش صعب، كل واحد فيهم كان عنده محطة نوعا ما كانت صعبة. منتخب الارجنتين كان عنده هولندا، منتخب فرنسا كان عنده انجلترا. عدا ذلك مشوار الفرقتين كان نظريا مش صعب، ممكن أو مش هقول سهل، بس مش صعب، ما فيهوش مطبات صعبة كتيرة. يعني يمكن انا قلت قبل كده منتخب كرواتيا او منتخب المغرب لعبوا فرق اتقل من اللي لعبوه الارجنتين او فرنسا. على المستوى الشخصي انا كنت مش عايز الارجنتين تكسب،
عشان انا متخيل اللي هيحصل طبعا بحملة التمجيد في ليونيل ميسي وهو يستحق، ولكن بيقابلها حملة من التسفيه من كريستيانو رونالدو وهو اللاعب المفضل بالنسبة لي. ولكن الحقيقة كلمة حق تتقال، ليونيل ميسي كان عايش المونديال قبل المونديال، كان فايق بقاله فترة، كان باين انه مصمم انه يعمل حاجة لمنتخب الارجنتين من التصفيات مرورا بكوبا امريكا مرورا. يعني يمكن تحس ان ليونيل ميسي لما راح باريس سان جيرمان هو راح عشان يفوق، عشان يبقى ريلاكسد، عشان يقدر انه يدي الارجنتين اخر هدية في مشواره الكروي وهو الفوز بكاس العالم. وكده ليونيل ميسي قفل اللعبة واحنا بنقفل معاكم، ونتمنى ان الناس كلها تبقى بسطت بمونديال كاس العالم. نشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقات المحلية المؤسفة. تصبحوا على خير، السلام عليكم.